نشاهد. للمرة الثانية على التوالي يبلغ الهلال السعودي نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما حسم بطاقة العبور على حساب الأخوي القطري بتعادله معه في مباراة الإياب بهدفين لمثلهما. زعيم آسيا دخل اللقاء مستفيدا من فوزه ذهابا على ملعبه ب4 أهداف مقابل هدف واحد، وما زاد معاناة الأخوية هو الهدف الأول الذي أحرزه كارلوس إدواردو بحلول الدقيقة 25. وقبل نهاية المشهد الأول تمكن الأخوية من إدراك التعادل عن طريق إسماعيل محمد الذي منح فريقه بصيصا من الأمل في العودة. ومع انطلاقة الشوط الثاني كثف أصحاب الأرض من حملاتهم الهجومية التي أثمرت عن هدف في الدقيقة 71 عن طريق الإسباني تشيكو فلوريس الذي وضع فريقه على بعد هدفين فقط من العودة للمباراة. لكن ديغاو قضى على أمال الأخوية بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 87 ليودع بذلك الأخوية دوري الأبطال فاسحا الطريق للزعيم إلى الوصول لمربع الكبار. الحمد لله شكرا لله، مرحلة مهمة عديناها، الآن دور الأربعة يجب علينا أن نركز بنفس تركيزنا. احنا عارفين ان مباراة الإياب حتكون صعبة مهما كان فريق الأخوية فريق كبير، والحمد لله اليوم قدرنا أن نتأهل إلى دور الأربعة.